كده حساب كل واحد فيكم الشهر ده 350 جنيه، اتفضلوا. نعم 350 جنيه؟ انا محصل الشهر ده اكتر من 50,000 جنيه. مش في مصاريف يا روح امك ولا ايه؟ وهي فين المصاريف دي؟ ولا انت مسمي شويه الشاي والقهوه اللي بتشربهم لنا اللي اصلا ما يجوش ب 200 جنيه انهم مصاريف؟ الله، انتوا بتخونوني بقى. امال كنت هتبوسوا ايديا ليه لما صممتوا ان تجيبوني امسك لكم حسابات الشركه؟ لا يا بابا يا حبيبي معلش، احنا ما جبناكش، انت اللي اصريت وبعت جواب تهديد بالقتل لكل واحد فينا لو ما خليناكش مدير الحسابات. ها، وايه اللي حصل؟ ماشي بما يرضي الله وكله مكتوب في دفتر الحسابات. ايوه انا بقى عايزه دفتر الحسابات ده. ضاع وعملت محضر في الشهر العقاري. ضاع؟ طب بص يا عم ابو النجوم، بالهداوه كده وقبل ما نبلغ البوليس ونعمل لك محضر احنا بقى سرقه واختلاس ونحبسك، طلع الدفتر وقسم اسمة العدل. انت بتسرقني انا؟ استغفر الله. عاجبك كده يا جمجوم يا ابني؟ بص، هو مش عاجبني بس في نفس الوقت مش مضايقني. مش مضايقك؟ يبقى كده لازم اوريكم الوش التاني. انت شايل الوش التاني في جيبك ولا ايه؟ ايه ده؟ يا عم ابو النجوم، يا عم ابو النجوم يا بابا يا بابا هشرح وشك يالي عشان تعرف انك بتخوني. بابا، هو انت ليه بتقلب اسكندراني في الشر؟ عشان تصدقوني. بيقلب؟ هو مش اسكندراني اصلا؟ يا عم ده عمره ما شاف البحر. اهدوا يا جماعه، اهدوا يا ابو النجوم، ايه هتودي نفسك في داهيه عشان العيلين دول؟ خلاص يا بابا، ده نقاش عمل مش اكتر. ما حصلش حاجه يا عم الحاج، اعتبرني زي ابنك ما فيش. طب ارد على التليفون، وبعدين طير رقبتي براحتك. هو ده تليفون عمل؟ اكيد مش احنا في العمل يبقى تليفون عمل. عشان خاطر العمل ماشي. تسلم يا عم ابو النجوم. الو، الشركة الألمانية الشركات الشبكة الشركات بس بقى. الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق. مساء النور يا سيدي، من غير ما تترجاني خليها تكلمني. هي اسمها رجاء؟ الأستاذة رجاء الجداوي عاوزانا احنا؟